أعلن النجم العراقي كاظم الساهر عن طرح ألبومه الجديد بداية 2024. الألبوم بيتضمن 13 أغنية حسب ما صرح الفنان كاظم الساهر، وقد يحمل الألبوم عنوان لا تظلمي، وهي قصيدة من كلمات الراحل كريم العراقي. مدة الأغنية أو القصيدة 10 دقائق تقريبا، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة. وكان الشاعر كريم العراقي صرح قبل وفاته بأن هذه القصيدة بتعتبر قصيدة العمر، وأن كاظم قام بتلحينها بطريقة رائعة، وأنها ستعيد الجمهور إلى الزمن الجميل. وأضاف الشاعر كريم العراقي قبل وفاته حول ماهية الأغنية وما تريد إيصاله من عنوان الأغنية لا تظلميه، إنها جاءت في إطار الحب اللي بنتمناه وبنرسمه، ولكن دائما ما بيكون للقدر رأي آخر. قد تتمنى لحبك أن يكون أسطوري ومميز ولا مثيل له، ولكن يسلبه منك القدر، أو تحول بينك وبين من تحب ظروف أكبر من أي مشاعر أو أحاسيس أو قدرتك كبشر على الصمود أمامها أو اجتيازها. ظروف تسلب منك حلم جميل بحضن دافي وطريق سعيد، ظروف لا تقتلك ولكنها تؤلمك بوخزات مستمرة. إذا هنيئا لجمهور القيصر كاظم الساهر، خلال أيام قليلة يصدر الألبوم ويتم طرحه في الأسواق. الألبوم كما ذكرنا لحضراتكم أنه بيتضمن 13 أغنية، من بينها قصائد للشاعر كريم العراقي، وقصائد لنزار قباني، وقصيدة للشاعر العراقي داود الغنام، وقصائد لشاعرة يمنية، وقصائد لشاعرة فلسطينية.